السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على نكمل سلسلة عدم الالتئام بتاع العظام. النهاردة هنتكلم عن العضد. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بالنسبة للناس يا جماعة اللي ما تعرفش فين العضد، ده اللي هو فوق الدراع، اللي هو من اول الكوع لغاية الكتف، المنطقة اللي متلونة دي. الكسر اللي هنا بيبقى كسر حميد، يعني معظمه بيبقى كويس، ما بيبقاش فيه مشاكل. ويعني احنا ايام زمان لغايه مثلا 90% من الحالات كنا بنمشيها تحفظ. يعني دلوقتي بقت حركه الناس اسرع، فعايزين يرجعوا للطبيعي بتاعهم اسرع، فما بيبقوش قابلين باي منظر الاشعه، كأن الكل بقى خبير بالاشعاعات. فبيشوف الاشعه يلاقي فيها انحراف، يقول لك لا لا ثبتها احسن. طيب طبعا احنا بنفهم العيان مزايا ديت وعيوب دي ومزايا دي وعيوب دي، بس يعني انا بقول لكم ان الاصل كان فيها تحفظي. جسم العضد الاصل فيها كان تحفظي، وكل حاجه بيبقى ليها مزايا وعيوب. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو عدم اللئام. سواء بالتحفظي او عملت عمليه في نسبه عدم لئام، سواء بالعلاج التحفظي يعني مثلا جبيره، عليقه، على حسب ما الدكتور هيشوف، او جبس، او دعامه، ده كله اسمه تحفظي. العلاج الجراحي اللي هو برضه على حسب مكان الكسر وشكله وطبيعته، شريحه، مثبت خارجي مثلا لو كسر مفتوح. احنا بنتكلم على الموضوع ده لوحده ان شاء الله. طيب سواء كان تحفظي او جراحي، ايه السبب ان العظمه ما تلحمش يا جماعه؟ في حاجات احنا لينا يد فيها، زي مثلا ما بنقول مثلا التدخين ده بيوصل من 60 ل 80، ما بيخليش العظمه تلم. الصديد، وعلى الرغم ان هو سيء بيحبط العيان، الا انه بيبطئ مش بيمنع. التدخين بيمنع، في فرق كبير ما بين الاثنين. طب انا بقول لكم ان بصرف النظر عن ان دي من اشهر الاسباب، طب واللي ما عندوش صديد ما بيبطاش او ما يلحمش؟ كله بيلحم؟ طبعا لا، والعكس صحيح. والناس اللي بتدخن يعني كله ما بيلحمش؟ لا، بيلحموا عادي يعني. بس هو مش ده المقصود. المقصود ان في الاول وفي الاخر الكلام كله على يعني ربنا رايد ايه. فانت بس بتعمل اللي عليك، اللي هي كاسباب تشيل البنود اللي ينفع تتشيل. طيب يبقى بالنسبه لنا التدخين والصديد هنهتم بالمضاد الحيوي زي ما الدكتور طالب، سواء كان جرح مفتوح او بعد عمليه. طب ايه الاعراض بتاعه عدم الالتئام؟ المنطقه ديت مش ثابته، فبيبقى فيها الكسر عمال يتحرك، فعمال ينغص في الانسجه فبيوجع. ساعات بيعمل ورم لو مفتوح، او بيجيب صديد بيبقى فيه افرازات. مش عارف استخدم الدراع كله، يعني حتى ايدي السليمه مش عارف استخدمها لانه بيحمل على العضد، فمش عارف اتحرك كويس. طيب ايه الاشعاعات اللي احنا بنطلبها؟ طبعا يا جماعه احنا بنتكلم بمنتهى البساطه، بس هو الموضوع مش قوي كده، بس يعني انا بفتح معاكم شويه نقط تهمني. زي مثلا اول نقطه بالنسبه لكم موضوع التدخين. طيب الاشعاعات اللي احنا بنبقى محتاجينها اللي هي الاشعاعات العاديه والمقطعيه والرنين كمان لو عندنا التهاب. طيب بالنسبه للرنين يا جماعه، لما الشرايح بتبقى موجوده اكتر من 6 شهور 8 شهور، ما بيبقاش في مشكله ان احنا نعمل رنين. يعني في اجهزه رنين بتبقى للكلام دوت، بحيث انها بتوضح المكان اللي احنا عايزين نشوفه. فبعد 8 شهور مفيش مشكله ان حضرتك تعمل رنين، يعني هو اصلا 6 شهور واحنا بنقول 8. طب ايه العلاج يا جماعه دلوقتي؟ العظمه مش راضيه تلم. اولا تعريف عدم اللئام في عظمه العضد، انت ميتك 6 شهور يا جماعه. فالناس اللي متسربعه عند الشهر الرابع ديت، يعني اهدى شويه وسيب فرصه للمكان ان هو يلم.
احنا دلوقتي في الزمن بتاع كورونا والامراض الغريبه اللي احنا بقينا بنشوفها، بقينا بنستنى بنمدها لغايه 8 شهور كمان. 8 شهور، 8 شهور حضرتك بنستنى الموضوع ده ان هو ان شاء الله على امل يبان. طب بنعمل ايه؟ بنركز قوي في العلاج التحفظي على الحاجات اللي بتزود لئام الانسجه وزياده دمويه في المنطقه. وكمان في عندنا الانواع من العلاج الطبيعي بتبقى فوق الممتازه، في حاجات منها متوفر في مصر وفي حاجات لا، وحتى البسيط منه اكتشفنا ان هو بيفرق. مثلا الموجات التصادميه، طبعا ده على حسب ما بنشوف نوع الكسر والحاله. طيب امال ايه العلاج بقى الجراحي؟ عملنا كل الكلام ده وصبرنا، دي يمكن تاني اهم نقطه بالنسبه لحضرتك. الصبر مهم جدا، فما تستعجلش عند الشهر الثالث او الرابع او الخامس او حتى السادس. في البنات او الستات بنستنى لغايه 8 شهور، يعني الحمل ساعات بيبقى اضعف حبتين. وبنشوف فيتامين د، بنشوف الوضع اخباره ايه. طيب الكلام ده كله عملناه والدنيا مش هتتحسن. وعلى فكره يا جماعه نسبه قليله قوي، نسبه قليله قوي اللي بيحصل الكلام ده. طيب برضو ك تركيز عام، يعني عام عن الموضوع، لو الكسر النوع بتاعه نظيف ومش مركب حاجه قبل كده، احنا بنحط شريحه ضغطه وبنعمل ترقيع عظم. ودلوقتي برضو ما بقاش فيه داعي قوي للطبيعي اللي هو من الحوض، بقى كله بنركز فيه على العظم الصناعي. الكفاءة بتاعته قريبة قوي من الطبيعي ومن غير بقى مشاكل فتح الحوض. غالبا بيبقى بينسى العملية الأصلية وبيركز على مشكلة الحوض. طيب طب لو في تلوث، عادة بننضفه ونشيل الحاجة اللي موجودة ونحط مضاد حيوي، وبنستنى فترة لغاية لما بينضف، وبعد كده بنعمل له العملية الفاينل النهائية بصرف النظر هو ايه. في حالات بتبقى محتاجة مثبت خارجي من الأول، زي مثلا الكسور الغير نظيفة، أو حصل التهاب بعد الشريحة فبنشيلها وبنركب مكانها مثبت، سواء كان من الأول مش نظيف أو بقى مش نظيف بعد تركيب الشريحة. أبو برضو من ضمن الحاجات إنه ركب مسمار نخاع ومش لاحم فنحط عليه الشريحة. الحاجات اللي أنا بقولها ديت هي 90% من الحالات اللي احنا قلناها دي هي 90% من الحالات. يبقى لنا 10% من الحالات من أسوأ ما يكون، اللي هو إيه بقى؟ الكسور اللي متفتتة من الأول وكل العظم في الشارع بتحاول تلملمه، طبعا بيبقى معظمه ملوث وتقفل عليه. الكلام دوت هو نفس الكلام في العضد، في الساعد، في الفخذ، في الركبة، في الساق، كله نفس الكلام. هو ما اللي هي من الأول بتبقى عنيفة جدا جدا، أو إن بعد ما ركبت حاجة الدنيا بقت فيها، يعني هي كانت من الأول نظيفة ولما ركبت الجسم تفاعل معاها وحصل إيه؟ التهاب على الشريحة، والعيان ما استجابش أو ما اتحركش بسرعة. اللي في الأول ده يا جماعة اللي هو الكسور العنيفة أو الكسور المفتوحة أو كلام من هذا القبيل، يعني ده قدر، يعني ده ما فيش فيه، مش بيبقى فيه تقصير قوي يعني. أما الناس اللي بتبقى من الأول الدنيا كويسة وتمادت في التأخير أو الإهمال، لأن حقيقي يعني زي ما عرضنا حالات قبل كده كتير، تلاقي واحد عنده صديد في الكوع سايبه 7-8 شهور، أكل الكوع ما لقيناش كوع بعد كده، الصديد أكل الكوع. ده إهمال. أما اللي هو من الأول كسره مفتوح ومكسور، ده خلاص، ده حاجة تانية، ده وضع تاني. احنا بنتكلم بس على الشق اللي هو انت حضرتك بتعمل اللي عليك. بقينا بنشوف الحالات ما بقيناش عارفين القرار الانسب ليها ايه من كترة الاهمال المركب. طيب ندي شوية امثلة من الامثلة البسيطة قوي اللي ربنا بياخد بايديهم بسرعة ان شاء الله.
يعني ده مثلا كسر اتاخد فيه القرار بالعلاج التحفظي، زي ما حضراتكم شايفين كده هو الكسر تخن، فاتح وتخن. ده من احلى الكسور الدمويه فيه كويسه. ده لو حطيت له اي حاجه بيلحم. فالكسور اللي هي المتضخمه، عدم اللام المتضخم اللي هو الهايبر تروفيك لاميونيور، ده بيبقى من احلى الانواع. ده بتحط له اي حاجه بيلحم، اي حاجه. ده مثلا اخدنا قرار بالايه، بالمسمار النخاعي. طيب في برضو واحد تاني اتعمل له مسمار نخاعي وما لحمش. طبعا دي نسب موجودة، سواء كان اتأخرنا عليه، عملنا كل ما فيش، مش راضي يلحم. مثلا حالة زي ديت، لا هو تخين ولا هو رفيع مكان الكسر يعني، فبنحشيه وبنثبته بشريحة إضافية زي دي، والأمور الحمد لله بتبقى كويسة. يعني أنا أهم حاجة في المحاضرة ديت إن حضرتك تبقى فاهم إن الأسباب اللي ليها علاقة بيك لازم تمنعها، لازم تمنعها. لا ده أنا مزاجي بيتعكر وأنا مش عارف إيه، حقيقي لو حصل مشكلة هتندم ندم كبير قوي. النقطة التانية إن الإسراع في العلاج مهم، اتباع التعليمات مهم. تلاقي برضو واحد عامل الشريحة ومش واخد الاحتياطات، مش بيتبع التعليمات، بيتعامل كأنه سليم، اتخبط وقع، دخلنا في مشكلة أكبر بكتير من اللي كانت الأولى. فالاهتمام بالنفس بس، وإن الواحد يبقى مخلي باله من الوضع اللي هو فيه، بيفرق كتير قوي. الكلام البسيط قوي اللي الطبيب بيقوله لك، سواء كان في العلاج التحفظي أو العلاج الجراحي، حاجة مهم إنك تسمعه. فكرة إنك بتعمل العملية أو بتاخد العلاج التحفظي وتنام في بيتك ومستني الوقت عشان الكسر يرحم، أو بتروح للطبيب في الوقت اللي أنت عايزه، اللي هو مثلا بعد 3 شهور لما تحصل المشكلة، ده حقيقي بيحط حمل عليك فوق ما أنت متخيل. ف يعني خلي بالكم على نفسكم بدري بدري، صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.